عاوزك تفتكر حد كسرك او وجعك، هل لو جه بعت لك ترد عليه تقول لي ده انا بطني هتقلب، ترد هتقول له انا تمام هعمل ايه؟ بس من جواك هتبتدي تشتغل اغاني عمرو دياب ورامي صبري والناس دي كلها. واحد يقول لي مش المفروض الشخص اللي يوجعنا نكرهه ونبعد عنه وننساه، بس اللي بيحصل العكس تمام، بنفتقده بيوحشنا نقعد نستناه ونفضل نراقبه وممكن نرجع له، وفي بعض الاحيان بنحبه اكتر. فالناس تيجي تبص عليك وتقول لك ايه يا ابني اللي انت بتعمله ده، فوق لنفسك، ده بيذلك وانت بتحب العذاب، انت مزوخي، انت فانت تقول له انا. بس الحقيقه انك مش بتحب الشخص ده، انت وقعت في سيستم سيستم مبني على شويه امل، شويه وجع، شويه قلق، شويه حنيه كده بترش عليك كل فتره عشان ما تمشيش. يعني باختصار ادمان لابس لبس الحب. النهارده هنتكلم عن الادمان ده. خليني احكي لك مشهد مصري عادي جدا كلنا متعودين عليه. واحد قاعد على الكنبه في صاله بيتهم، فاتح الشاشه باصص على اللاست سين بقاله 6 ساعات، بيقول لنفسه اكيد مشغوله، اكيد نايمه، اكيد موبايلها فاصل، اكيد بتشحن، اكيد انا اللي حساس، انا اللي بفكر كتير. وبعدها بكذا ساعه تجيله رساله تقول له معلش اصل اليوم كان مليان وبتاع، كنت بذاكر. فهو بدل ما يتعصب او يغضب او يحس بحاجه بيرتاح. خد بالك من النقطه دي، ان هو ما فرحش بالحب، لا هو فرح ان القلق راح، وده فرق مرعب. او لو انت بنت مثلا، فاخوها يبتدي يبعد ويقعد يظهر فجاه كل فين وفين، يقعد يديك كلام وحشتيني بحبك مش عارف ايه، والدنيا ترجع تاني، اسبوع جميل، اهتمام، قلوب حمراء ويسات رايحه وجايه، فتقول اهو بيتغيروا. وبعدين فجاه يرجع بقى نفس الشخص، نفس البرود، نفس البلاده، نفس التناحه، نفس كل حاجه. وهنا لازم نفهم حاجه اساسيه، انت مش ماسك في الشخص، انت ماسك في النمط بيقول لك استنى هيرجع، كل حاجه تبقى كويسه، ارضى بقليلك، خد جرعه حنان صغيره، ترجع كل مره تصدق ان المره دي اخر مره. وده اللي بيخلي العلاقه التوكسيك مش مجرد علاقه وحشه او علاقه بايظه، لا هي بتديك حب يكفيك، ولا هي واخده منك الحب لدرجه انك تمشي، لا هي شغاله تفتح الحنفيه شويه، تقفل الحنفيه شويه، تفتح شويه، تقفل شويه. اخطر نوع من التعلق مش النوع اللي بياخد مكافاه على طول، لا ده النوع اللي بياخد مكافاه كل فتره، مره مره لا، مره حلو مره وحش، مره اهتمام زياده، مره تجامل. وده ببساطه هو منطق ماكينه الامور. نرجع تاني لمثال ماكينة الأمور اللي أنا بحبه جدا. لو المكنة كل ما تدوس عليها بتكسب، فأنت خلاص هتزهق. لكن لو مرة تديك و10 مرات لأ، ومرة تديك و10 مرات لأ، فأنت هتفضل واقف قدام المكنة تقول المرة الجاية. وده اللي بعض العلاقات المؤذية بتعمله، هي ما بتديكش حب كامل، هي بتديك عينات، فجأة تقوم سحب المنتج كله من السوق. فإيه اللي يحصل بقى في دماغك ما بقاش يدور على الأمان، دماغك بقى يدور على الجرعة الجاية. وده بيفسر ليه الناس بتقول لك طب ما هو لما بيرجع بيبقى إنسان كويس، بيبقى كويس قوي. أقول لك ما ده أكيد، ما هو ده جزء من المشكلة، إن هو لو كان وحش على طول فأنت كنت هتسيبه وتمشي. بس هو شاطر في حته انه يخليك تفضل متعلق بيه، انه يكون لطيف بالقدر الكافي انه يخليك جنبه، وانه يكون مؤذي بالقدر الكافي اللي يخليك تتضايق. يعني ده مش غموض، او الشخص ده مش غامض، لا ده هو عنده سوء معامله بس بذكاء. اقول لك بقى السر اللي ناس كتير مش عاوزه تقوله، وهو ان الناس بتتشد للنوع ده من العلاقات اكتر من باقي العلاقات. لان ساعات الشخص الكويس او الشخص اللي ما فيهوش ولا غلطه مش هيشدك، الشخص الواضح المحترم اللي بيقول كل حاجه، الواضح الصريح، اللي مش بيختفي، اللي مش بيقعد يديك اختبارات، اللي فلو جيت لك كده هتقولي هستمل في حاجه ناقصه، مش عارف، مفيش اكشن، مفيش دراما، زي ما يكون الحاجه الناقصه هي الفوضى او العشوائيه. لان انت لو متعود على الحب المتقلب هيتربط في دماغك ان الحب الحقيقي لازم يكون مرتبط بقلق، لازم يخليك تتشقلب على السقف عشان يرضى. فاول ما يجي حد طبيعي هتبتدي تسال نفسك ايه الملل ده، مع ان ده مش ملل، ده هو ده الامان، بس انت متعود على التوتر. فسبب المشكله كلها ممكن يكون فيك انت وانت مش حاسس. وعاوز اقول لك برضه ان في فرق بين انك تحب حد وبين انك تتسكن بيه. يعني ايه تتسكن؟ تباراسيتامول، يعني تصحى عليه، تنام عليه، تفسر كل كلمه، تقعد تقرا الشتات، تقعد تتفرج على الصور، تقعد تعمل كل حاجه، تقرا اللي بيزستور، تقول قصده كذا، قصده كذا، تقعد تعيد الفويس نوتس، تقعد تقول هو قصده ايه، هو نزل الاغنيه دي ليه، هو ليه شافه ما ردش، ليه بيرد بسرعه على الناس وما بيردش بسرعه عليا، طب ليه غير صوره البروفايل. حبيبي انت كده مش في علاقه، انت كده في المخابرات. وده اللي بيحصل لما الشخص ما يبقاش شخص، يبقى فكره جوه دماغك. مشاعرك هنا ما بتبقاش رايحه للشخص ده، لا بتبقى مشاعر رايحه ناحيه الاحتمالات والتوقعات والاوهام اللي انت بنيتها في دماغك. وده يخليك احيانا مش بتحب الشخص نفسه، لا انت بتحب الروايه اللي انت كاتبها عنه، الروايه اللي انت شايفه مكسور فيها بس طيب، اللي انت شايفه صعب بس من جواه جميل، اللي انت شايفه قلب اسود بس وش ابيض. بس بعد شويه هتكتشف انك مش في علاقه رومانسيه، انت في مركز ترجمه، عمال تترجم مشاعر المتلخبطه، ترجمها جوه دماغك باللغه اللي انت عايز تسمعها بيها. دلوقتي هكلمك بقى عن اخطر حاجه في العلاقه التوكسيك دي، ان الشخص المؤذي مش لازم يكون معاك طول الوقت عشان تحبه، هو بس محتاج يعمل حاجه واحده بس هتخليك متعلق بيه، انه يديك امل يمنعك انك تمشي. هو مش بيديك حب، لا ده بيديك امل. يعني يختفي اسبوع بعدها يرجع يقول لك انا اسف، يجرحك بعدها يبعت لك ريل، يطنش ويبعت. المهم انه بيديك امل انه هيرجع تاني. وده بيخليك طول الوقت في منطقه غريبه جدا، لا هو سايبك عشان تموف اون، ولا هو جنبك عشان تستقر معاه، انت في النص. والنص ده بصراحه مكان وسخ جدا، لانك عايش على سؤال واحد، طب ما يمكن يا اخي، يمكن يتغير، يمكن يحبني، يمكن لحد ما تخلص شويه بقى الامكانيات دي هيكون عمرك ضاع. ويجي الناس هنا بيسالوا بقى سؤال غريب جدا، يقول لك طب هو ليه عمل فيا كده؟ مش ده السؤال المفروض يتسال. السؤال المفروض يتسال انت ليه اتعلقت بحد كده؟ لانك لما تيجي تحسبها مع نفسك هتلاقي مش كل الناس بتتعلق نفس التعلق. في ناس مع اول عدم احترام يبان بتمشي، لكن في ناس مع اول عدم احترام بتكمل بتعلق. طب ليه الناس بتختلف؟ في ناس كده وفي ناس كده. لان اللي بيحصل لك دلوقتي مش جديد على كذا
تفكيرك العصبي. يمكن وانت صغير الحب اللي اتحبيته من اهلك ما كانش ثابت، يمكن كان مره حنان ومره اسوأ، مره حضن ومره زعيق، مره قبول ومره رفض، مره اهتمام ومره تجاهل. فتكبر وانت جواك فكره غريبه جدا ان الحب مش حاجه امنه، الحب حاجه لازم تتعب عشان تاخدها، وان القرب لازم يجي بعد خوف، والحنيه لازم بعدها توتر، ولازم قلق، ولازم فانت لازم يطلع عينك عشان تتحب. فلما تيجي وانت كبير وتقابل شخص بيعمل نفس الحاجات اللي انت اتربيت عليها وانت صغير، ففي جزء في مخك بيقول انا عارفه كويس، خلينا احب. ده من اكتر الحاجات المرعبه اللي عقلك بيعملها فيك، انه مش بيخليك تنجذب للشخص المناسب، لا ده بيخليك تنجذب للشخص اللي بيفكرك بالجرح القديم. خلاص كده فهمنا انت ليه كشخص بتتعلق. تعال بقى نمسك العلاقه التوكسيك ونفصلها حته حته. العلاقات التوكسيك غالبا بتمشي بكذا مرحله محدده. اول مرحله وهي انه يرفعك للسما، اول ما تكلمه يحسسك انك اكتشاف القرن، انت مختلف، انت فاهمني، انا عمري ما ارتحت لحد كده، انت احسن حاجه حصلت لي في حياتي. فتقول يا سلام، اخيرا حد شافني، اخيرا حد حس بيا. وتاني مرحله تكسير، يبتدي يتقلب عليك، انت حساس زياده، انت بتفهم غلط، انت زنان، انت مكبر كل حاجه، انت مفيش. فبدل ما تساله انت اتغيرت ليه، فتبتدي تسال نفسك هو المشكله فيا. والمرحله الثالثه الاختفاء، يبعد ويختفي ويهدد بانه يمشي ويمشي فعلا. المرحله الرابعه كلنا عارفينها كويس، انه يرجع تاني. لما تبتدي تفوق بنفسك يقعد يرجع لك بكلمتين حلوين ويعتذر لك ومش عارف ايه، فيرجعك تاني. فتبتدي بدل ما تحاول تتعافى من الدايره دي، انت بتحاول تثبت له انه غلط. ودي نقطه عبقريه ونقطه مؤلمه جدا في نفس الوقت. بعد فتره انت ما بتبقاش عايز الشخص نفسه، انت عايز شعور الانتصار اللي هتحسه معاه. تبقى مستني اللحظه اللي يجي يقول لك فيها انت كنت صح، انت فعلا اهم واحد في حياتي، انا خسرتك، انا ظلمتك، انا جيت عليك. يعني الخلاصه هتلاقي نفسك مش متعلق بيه، انت متعلق بالنهايه الفير اللي انت تستحقها واللي هي مش هتحصل وما حصلتش. ده يفسر لك ليه ان ساعات بعد الانفصال دماغك تفضل تسوحك، مع انك عارف ان هو لو رجع انت مش هتقبله تاني، لانك مش مستنيه يرجع، انت مستني كرامتك، مستني ترجع كرامتك، فاكر كرامتك. ده السبب اللي بيخلي ناس كتير تفضل مستنيه في ناس، يعني هو راح اصلا، هاجر اصلا، وانت لسه مستني يرجع. طب واحد يقول لي طب يا حسين دلوقتي اخرج ازاي، اهرب ازاي، اتصرف ازاي؟ والله هو كان القرد نافع نفسه، بس انا هقول لك العلم بيقول لي اول حاجه، اول خطوه انك ما تضحكش على نفسك. انت مش بتحاول تنساه. لما تقعد تفتح الاكونت بتاعه 14 مره كل يوم، فانت كده مش بتحاول تنساه، انت كده مشترك بريميوم في جلد الذات. فاول خطوه تعملها انك تقفل الباقي، مش عشان تبان جامد وكاريزما وتقيل وبتاع، لا عشان تريح نفسك. ان كل ظهور مفاجئ ليه فانت بتبتدي تدخل في نفس اللوب مره كمان، هي يا دوب لحظه كده بتخليك تاني من الاول. تاني خطوه انك ما تفتكرش اللحظات الحلوه، افتكر القرف، افتكر كرامتك اللي افتكرها برضو راحت هناك، افتكر دي. تالت حاجه ما تقعدش تدي مبررات ملهاش لازمه، مش لازم الشخص اللي كسرك يكون مكسور، مش لازم عادي هو. ورابع حاجه بقى، اخر حاجه، اهتم بنفسك. والله اهتم بنفسك، انت مش عاجبني، شوف صحتك كده، شوف نفسك، شوف حالك، شوف مالك، شغل الشغل كده، خلي العجله تدور. واسال نفسك سؤال، مش ازاي اخليه يحبني، لا اسال نفسك انا ايه اللي خلاني اقبل بده اصلا. السؤال ده هيوجعك، بس السؤال ده هو مفتاح باب النجاه. في الاخر انت ما اتاخرتش عشان انت غبي او عشان ضعيف او عشان انت ناقص مؤاخذه، يعني انت متاخر عشان في جزء جواك كان فاكر ان الحب لازم له معاناه، ودي انتاج المسلسلات والافلام والاغاني والشعر اللي حسسك ان لازم عشان تاخد الحب لازم يكون صعب، ده سافر لي، ده عمل لي، ده راح لي، ده جالي. مع ان الحقيقه في الغالب بتكون العكس تماما. هو مش لازم الحب يكون سهل طول الوقت، بس ما ينفعش يبقى ألم على طول، يعني ده انت كده مش بتحب. فلو انت في نص الفيديو جه في بالك حد او حسيت ان انا بتكلم عليك انت بالذات، فدي مش علامه انك لسه بتحب، دي علامه انك اخيرا بدات تشوف الصوره بوضوح، والوضوح اول باب في النجاه. باي باي.